الراجل ده كان شغال عامل نظافة في فيلا ست غنية جدا. في يوم وهو بينظف وقع منه النجفة الكريستال الغالية اللي في أوضة المعيشة واتكسرت حتت. الراجل ما كانش مصدق، عارف إن تمنها أغلى بكتير من اللي ممكن يدفعه طول عمره، فبمنتهى التواضع قالها: اسمحي لي أشتغل عندك ببلاش لحد ما أسدد تمنها. الست الغنية ما كانش عندها أي اهتمام بيه خالص، بس الراجل لعبها صح وبدأ يمثل دور المسكين الغلبان اللي الظروف دايسوا عليه. قلبها رق ليه في الآخر ووافقت على عرضه. في الأيام اللي بعدها الراجل بقى مسؤول عن كل شغل البيت، والست كانت بتروح شغلها في الشركة وترجع تلاقي كل حاجة زي الفل. الفوط الجديدة محطوطة، السرير مفرود ومكوي كأنه في فندق، والأكل السخن مستنيها على السفرة. حياتها بقت أريح بكتير من الأول. مفيش بقى إنها تقع على السرير وهو متكركب، ولا إنها تبقى مرهقة مش قادرة تحرك صباعها، ولا تتمنى إن حد يخترع مزيل مكياج أوتوماتيكي. في يوم من الأيام رجعت من الشغل مهدودة، وقعت على الكنبة. فجأة الراجل ظهر جنبها وبمنتهى الهدوء بدأ يشيل المكياج من وشها بنفسه. في اللحظة دي الست دي فعلا وقعت في حبه. الراجل ده بجد عارف إزاي يخلي أي واحدة تتعلق بيه، حتى وهو بينشر الغسيل كان بيعمله بحنية واهتمام. بس لما فضلت تبص له كده بدأت تقلق. الراجل وسيم بشكل واضح، وكل مرة يروحوا يشتروا حاجات من السوبر ماركت البنات كلها كانت بتلف حواليه. علشان تقلل من خروجه وسط الناس قررت إنها تشتري وقته كله.